اهلا وسهلا بيكم. النهارده باذن الله هكلمكم على ازاي تعتق البرفيوم بتاعك بطريقه سهله جدا، وهقول لك الكلام اللي بيتقال لك ايه وايه الصح وايه الغلط. وباذن الله الفيديو مش هيكون طويل نهائي. انا بحاول على قد ما اقدر ما اطولش في فيديوهاتي عشان اوصل المعلومه بسرعه. وطبعا لو الفيديو عجبك زرار السبسكرايب تحت الفيديو، لايكك الجميل. طبعا انا مش هقول لك الكلام ده، انت عملته اوريدي المفروض. انت بتجيب البرفيوم بتاعك، هو ده مش متعتق يعني، انا ده بستخدمه على طول، ولكن انا عندي برفيوم تاني في البيت معتقه. بيتعتق ازاي؟ هتحتاج كيس، اي كيس، تمام. هتحط فيه البرفيوم بتاعك جواه كده اهو، وهقول لك ليه عملنا كده طبعا. تمام. هتلف البرفيوم، هتلف البرفيوم كده، تمام، بالشكل ده. وهتحطه 3 ايام في التلاجة، الرف الاول مش الرف الاخير عشان الرطوبة. بنعيد اهو، في الرف الاول. تمام. فكك من الفريزر لان الفريزر ممكن الازاز يفرقع، ده ازاز. تمام. تحطه في الفريزر امتى؟ لو الازازه اللي معاك بلاستيك. عشان انا بسمع غباء يقعد يقول لك حطه في الفريزر. طب انا احط ازاي في الفريزر يا جماعه؟ ما هو بالعقل كده هيفرقع. تمام. فانت حلك لو الازازه ازاز 3 ايام في التلاجة الرف الاولاني. تمام. طب قدر لو انت مثلا عندك في البيت ممانعين ولا حاجه، او انت مثلا خايف يسرقوا من البرفيوم بتاعك ولا حاجه، مفيش مشاكل خلاص. ممكن تاخد الازازه زي ما هي كده اهو، في مكان كده كده. انت عملنا الحركه دي ليه؟ عشان النور ما يوصلش للبرفان نفسه. تمام. التفاعل بتاع البرفيوم نفسه، البرفيوم بيكون من زيت وكحول ومثبت، احنا عايزين كل دول ما يمكسوا مع بعض، كل ده ما يخلي البرفان بتاعك اقوى واحلى. النور لما بيوصل للازازه دي، تمام، التفاعل ده بيتم ببطء، لان دي مواد كيماويه اولا عن اخر. فطبعا عشان التفاعل ده يحصل اسرع ويبقى تعتيق نظيف ومحترم، بنحطه في كيسه، ويا ريت كيسه سودا، تمام، كيسه زي دي وعليه كيسه كمان عشان امنع وصول الضوء ليه نهائي. الفيديو ده متصور في الصيف، في الشتاء. لو انت بتتفرج على الفيديو ده في الصيف، حاول تلاقي اكتر اوضه مش حر، يعني معتدله في الهواء. ما احنا مش هينفع نحط البرفيوم في التعتيق في الحر، لا، نحاول نلاقي اوضه مش حر قوي. وفي نفس الوقت يفضل تكون درجه الحراره بتاعتها، يعني عارف انت مثلا بنشوف اكتر اوضه عندك في الشقه درجه الحراره فيها مش عاليه، وبناخدها نحطها فيها، تمام، في مكان زي ما قلت لك ما يكونش واصل له النور. وتسيبها ما لا يقل عن شهر، لا، شهرين ده يبقى جميل جدا. واقصى مده ليها يعني هي بقى زي ما تقعد، بس اقل شيء شهر. اتفرج على البرفيوم بتاعك، هيبقى في حته تانية، هيبقى في حته تانية والله. انا كده اظن جاوبتكم وعرفتكم البرفيوم، عشان بس ما تسالش بتاع البرفانات طب عتقها ازاي، طب مش عارف ايه. انت كده معاك المعلومه كامله. زرار اللايك بقى والسبسكرايب. السلام عليكم.